إكمالا للموضوع، شهادة حق أمام الله، الرجل ميت وملائكته حاضرين. يعني ما أعتقد أني كملت 3 أسابيع على نظام الطيبات. هذه النتائج. أنا من النوع اللي يشرب ماي بالعبط، يعني اللي فانزي متابعين يعرفون، وموية معينة ليش؟ لأني إذا قللت شرب ماي يصير عندي ألم في الكلى، يصير عندي من صغيرة، مش من الآن، من صغري. زين. وباتباعي لكل الأنظمة هذا الموضوع ما انحل. هذه واحدة. وأتعب كثير في رمضان لما أصوم، الكلى كثير تتعب عندي حيل، فأضطر أنا طول فترة الفطور أشرب ماي عشان ما أتعب في النهار. أنا لي أسبوع الآن جالسة أجرب، ما عدت أشرب ماي مثل أول، نص الكمية، أقل من النص الكمية. يا الله لك الحمد، لا عندي الألم، لا عندي الحرقة، لا عندي ولا شيء. أنا جالسة آكل سكريات، وأنتم تعرفون إني أنا I'm fighting كنت ضد السكريات، مع إني أنا هذا النظام تبعته في جيرسون، وكنت مصورة لكم، يا رب يكون موجود في أضواء تشوفونه، مصورة لكم مش كثر كنا في جيرسون يحطون لنا في اليوم أقل شيء 4 كيلو سكر، ما بين فواكه مجففة، ما بين عصاير فواكه، وما بين سكر أسمر، وما بين عسل ومربيات الجام. يعني أنا هذا النظام مو جديد علي، لكن تبعته بطريقة وبطاطا في جيرسون كان. اتبعته بطريقة دكتور ضياء مع إضافات مني أنا، لأني هذا اللي كان الله يرحمه الحوار بيني وبين أني أنا أضيف الأشياء اللي كان جيرسون يعملها، لأن دكتور ضياء عنده نظرية أخرى أسرع من جيرسون بكثير. فحبيت أنه شهادة أمام الله، الشعر عاد يطلع الآن لون نحاسي، ما عاد يطلع أبيض. هذه واحدة. الماي ما عاد عندي ألم في الكلى أو المثانة أو حرقة، ما عاد فيه. هذه 2. وهذا أهم شيء عندي، الباقي كله طز. أسناني، رقبتي، ديسك رقبتي، أنا مسوية حادث من وأنا صغيرة، تمام؟ لا ألم، لا صداع، لا. لكن أنا أول ما أصحى، الشغلة الوحيدة اللي أقدر أقولها لكم الآن، أول ما أصحى أخذ ملعقة كبيرة من عسل نقي، عسل نادر، عسل فيه كل شيء اللي يحتاجه جسمي، من جلوكوز، من فيتامينز، من مينرالز، من كل شيء يحتاجه جسمي. أنا أخذ ملعقة كبيرة مع كوباية ماء دافية أول ما أصحى. and that's it. يعني أنا حابة أشكر رب العالمين إن خلاني رجعت لهذا النظام، لأني أنا في جيرسون ما كملت أسبوع، انتبهوا، أنا رحت أدرس، ما رحت أطبق على نفسي، طبقت على نفسي فقط أسبوع، فما شفت النتائج لأني ما كملت فيه. ليش؟ لأن أنا مبرمجة إن السكر ضرر، وإن كيف في جيرسون أنا رايحة عشان حقنة القهوة، كنت في جيرسون مش عشان النظام الغذائي.